بيبقى موجود كمان على الجنب كده في اليمين الشاشة لو انا عايزة اكبرها ولا ان انا اصغرها، او ان انا كمان اختار الكولر او التول او الاوبشنز بتاعه الالوان. ممكن كمان ارفع الباك جراوند او ان انا انزلها. في اختيارات كتير جدا واوبشنز برضو كتيرة. طيب من الناحية بقى اللي هي الشمال كده هنلاقي كذا حاجة ممكن اختار بنسل، او ان انا لو هرسم بقلم، او ان انا اعمل تكست، او يعني في حاجات كتيرة جدا. يعني انا بالنسبة لي انا مش بعرف ارسم ولا بعرف ان انا الون، فكنت بس بفتح كده كل ايقونة ايه الحاجات اللي هي بتتكلم عنها عشان ابدأ اوضح لكم ازاي تبدأوا تصمموا يعني. انا كنت اول مرة اجرب التصميم على موقع بيكسل ارت وانا بعمل الفيديو. يعني انا كنت لسه بجرب معاكم اول مرة ازاي اصمم، بس للاسف ما نفعش قوي معايا لان انا ما ظبطتش كذا كذا حاجه كده، يعني ما ظبطتش معايا. فانا بس بوريكم انتوا، اكيد طبعا اللي حابب المجال ده يعني هيبقى طبعا بروفيشنال اكتر من اللي انا كنت بعمله ده. فبس انا كنت بشوف كده كل ايقونه بتعمل ايه وكده كفضول بس، يعني بحيث برضو ان انا اوريكم. طيب لكن اللي هو بقى هيبدأ ياخد كورسز فيها في الموضوع بتاع التصميم ده، او موضوع الكتابة على البيكسل ارت، او ان هو يعمل صور متحركة، فالموضوع هيبقى سهل بالنسبة له. يعني بالنسبة لأي شخص هيبقى متعلم او ان هو حابب يعني يصمم وكده، او عنده خلفية عن التصميم. طيب يعني بعد ما فهمنا كده ازاي نبدأ ان احنا نحاول نرسم او ان احنا نصمم، دخلت في الويب سايت اللي هو الصفحة الرئيسية. بيبدأ بقى يعني بدأت ان انا ادور على حاجات بيكون فيها كولر مشترك، او اللي هي الصور بتاعت اشخاص معينة، بتبدأ ان هي تنزل ديزاينز بشكل معين بألوان معينة. طبعا زي ما قلت قبل كده ان الموقع ده بيبقى فيه صور من ناس في فئات كتيرة مختلفة. انا ما بدعمش الموقع ده 100%، بس برضو الانيميشنز بتاعته اللي هنزلها تبقى انا عارفة او مش هنزلها، او ان انا ابقى فاهم ان كل واحد على حسب بقى دماغ الديزاينر او دماغ الكرييتور بتاع الصور. بيبدأ ان هو يبقى واضح على الديزاينز بتاعته عاملة ازاي. ف اللي عايز يبدأ في الويب سايت ده يبدأ بديزاينز تبقى كويسة وتبقى يعني كده شكلها
شكلها مفرح وفاني بدل الحاجات اللي هي التانية اللي بشوف طبعا صور مش احسن حاجة خالص يعني. بس هو الموقع بيساعد ناس كتيرة جدا في التصميم. طيب دلوقتي هوريكم برضو ازاي نبدأ ان احنا نصمم من الويب سايت دوت بطريقة تانية. الطريقة برضو التانية دي كويسة جدا، مختلفة بس عن الطريقة الاولى في ان بيبقى فيه كذا حاجة مختلفة، مثلا في الباك جراوند، بس التولز اللي احنا بنستخدمها بتبقى اكتر. بيبقى موضوع اسهل. فهنشوف ازاي دلوقتي يعني نبدأ برضو نصمم من خلالها. يعني أنا هوريكم برضو كشرح يعني عام على الحاجات اللي متوفرة في التصميم او في الجزء ده يعني من الويب سايت. يعني اتمنى يكون الشرح بسيط جدا. يعني هو انا بس شرحت ازاي نقدر نستخدم، يعني هو اللي عايز بقى يصمم واللي حابب المجال ده هيصمم من الويب سايت حاجات كويسة جدا، لان الويب سايت بيقدم خدمات وبيقدم كمان يعني تسهيل لعملية التصميم خالص، لان الخدمات والتولز اللي بيعملها كويسة قوي او اللي بيوفرها يعني. فيعني يا رب يكون الفيديو بسيط وتكونوا فهمتوا يعني ازاي تبدأوا تصمموا، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، ومع السلامة.